سنن الصوم. ومن سنن الصوم تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والأفضل أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء. والأفضل كذلك أن يفطر قبل أن يصلي لا بعد الصلاة كما يفعل البعض. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء فإنه طهور. يسن السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والحكمة من استحباب السحور التقوي على الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل. ويحصل فضل السحور بكثير المأكول وقليله وبالماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء. تأخير السحور إلى قبل الفجر بقليل بمقدار قراءة 50 آية، أي 10 دقائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة.